صباح الخير. النهارده تالت يوم في تحدي القراءة. لو انت مش متابع موضوع تحدي القراءة ده، دي الحاجات اللي انا بعملها على قناة فيسبوك. زي ما قلنا ان انا هاخد الاسبوع كده اللي قبل الدراسة كله بلا استثناء. كل يوم هقرأ كتاب واحد بس، وهطلع اقول الفكرة بتاعته على قناة فيسبوك. فطبعا هناك احنا بنقول فكره الكتاب، ولكن هنا احنا بنشارك الرحله، الحاجات اللي انا اتعلمتها. يمكن هنا يمكن في تفاصيل اكتر، معرفش. ممكن مثلا بعد ما اخلص الموضوع ده على قناه فيسبوك، الناس تطلب مثلا ان انا اعمل تلخيص للكتاب، فممكن دي تكون فكره جديده او محتوى جديد اصلا يتضاف على القناه. مع اني اظن ان في ناس كتير جدا بتعمل محتوى باسلوب احسن مني، ولكن اظن ان انا ممكن اكون عندي فكره في حاجه زي كده، ان انا اشير اصلا المعلومات اللي انا اكتسبتها. بما اني انا طالب، يعني ممكن معظم الناس اللي بتلخص محتوى ناس كبيره او ناس اكبر مني يعني. فيمكن عشان انا طالب بستفاد من المعلومه دي ازاي، وباسقطها على نفسي ازاي، وبحاول ان انا اطور من المعلومه دي بحيث ان هي تناسبني انا. اعمل فيها ايه علشان انظم مثلا وقتي. يعني كتاب فاست فوكس انا خدت منه معلومات كتيره جدا، وفي نفس الوقت يمكن بعض المعلومات دي كان عندي حته تنظيم وترتيب المهام اليوميه والكلام ده، ولكن انا خدت منه بعض الحاجات. بما اني بقيت بقعد على اللابتوب كتير، بصفه بقى ان انا يعني بشتغل على اللاب، او ان انا بنشر بوست او بكتب مقال او بعمل اي حاجه. فبيجي لي حاجات كتير جدا، وبيجي لي نوتيفيكيشنز، وبيجي لي حاجات ممكن تشتتني وتخرجني من المود والكلام ده كله. فالكتاب بيديك افكار ان انت ازاي تتخلص من التشتت ده، وفي نفس الوقت بيديك دراسات علميه زي كتاب فن التاثير على الاخرين. الكتاب ده يعني غير منظوري تماما ان انا ازاي اتعامل مع شخص. يعني انا اتذكر ان كان في حد انا اتعاملت معاه، والموضوع يعني العلاقه فشلت. يعني العلاقه فشل. مش قصدي هنا بحد ان طرف تاني يعني او جنس تاني، لا، انا قصدي هنا ان حد من اصحابي عادي، ولد يعني. جيت اتعامل معاه، ف... فالعلاقه فشلت، ان احنا نكون اصدقاء يعني وكده. فالكتاب ده اداني افكار ازاي انا ممكن بشكل غير ملحوظ اعمل نتورك، او اعمل زي علاقه كده كويسه ما بين الناس، ونعمل صداقه كويسه. وفي نفس الوقت فهمني حته التفاوض. يعني في كتب كتير جدا بتعلم منها الحمد لله يعني خلال الاسبوع ده. فمعلش انا رغيت كتير قوي. فالكتاب بتاعنا بتاع النهارده، طبعا انتوا مستنيني بقى اتكلم عن كتاب تطوير ذات وكده، ولكن الكتاب بتاع النهارده مختلف حبتين ثلاثه. هو كتاب الطريق الى القران للدكتور ابراهيم السكران، ربنا يفك اسره يا رب. كتاب زي الطريق الى القران هو كتاب مهم جدا جدا جدا، علشان تكون عارف القران ده نازل لمين وبيخاطب مين. ربنا عز وجل لما بيقول آية معينة، أو بيقولها بأسلوب معين، بيقولها كده ليه؟ أو ربنا يعني سبحانه وتعالى يعني لا بيتكلم كده في القرآن بالطريقة دي، بالطريقة الحازمة دي عند النقطة الفلانية، لما بيجي خاطب الكفار ولما بيجي يتحداهم عز وجل. وربنا لما بينزل لنا آيات زي الرحمة، آيات بيتكلم عن آيات النار وآيات الجنة. ف... فده كتاب جميل. اظن ان اي عمل للدكتور ابراهيم السكران انا عندي استعداد ان انا اقراه يعني، حتى لو هو مش هستفاد منه بحاجه، مع اني ما اظنش يعني ان انا مش هستفاد من كتاب لدكتور ابراهيم السكران بحاجه. بل بالعكس، يعني دكتور ابراهيم السكران يعني مؤلفاته جميله جدا. انا كنت قرات له كتاب قبل كده، هو كتاب الماء جريات. بيوضح قد ايه ان الدكتور عبد الوهاب المسيري كان بيتكلم في الكتاب عن دكتور عبد الوهاب المسيري، كان ذكره يعني كمثال وكده. فبيوضح ازاي دكتور عبد الوهاب المسيري قدر ان هو في الحرب بتاعه 67 والحرب بتاعه 73 ان هو يكون منغمس في الكتاب بتاعه، او المرجع بتاعه، مش فاكر، اللي كان بيتكلم عن الصهيونيه، مش فاكر الاسم بتاعه. بس انا يعني ايه ده؟ انت ازاي في وسط حرب، في وسط حرب بلدك، مش مركز
مع الحرب ومش مركز مع الاخبار والكلام ده كله. فكتاب المجريات كان هو اول كتاب ان انا اقراه لدكتور ابراهيم السكران، وكان كتاب يعني اكثر من شيق، يعني كتاب جامد جدا. كتاب فهمني السيكولوجيه بتاعت البعد عن الاخبار والبعد عن السوشيال ميديا. فاي عمل اظن، اي عمل يعني، بل انا متاكد مش اظن، اي عمل لدكتور ابراهيم السكران هو عمل مفيد جدا، وعمل يعني مهم ان انت تقراه.